السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعين قناة مربين الدواجن بسوريا. اللهم صل على سيدنا محمد. اخواني، كما عودتكم قناتنا ان شاء الله المعلومة المفيدة والتجربة قبل ما انت تشتغل بهذا المشروع. طبعا اليوم جبنا لكم دراسة مشروع وتكاليفه لتربية 1300 طير. تمام شباب؟ بدك انت اذا عندك المكان المناسب ل 1300 طير، تمام، اول شيء التعقيم يكلفك $3. طبعا شباب من الالف الى الياء، يعني ما بتحتاج شيء بعد هذا الدراسه. مثل ما تعقيم المكان من الجراثيم والحشرات يكلفك $3. تمام اخواني. الانشاره اللي تفرشها بالارض، الانشاره تفرشها بالارض، نفس هاي الانشاره يا شباب، نفس هاي الانشاره يا شباب، نفس هاي الانشاره، هاي الانشاره تمام، تكلفك $30 لل 1300 طير. الكهرباء يا شباب اني طبعا على حسابي اني تكلفني $10 تكلفه الكهرباء. اني والله الكهرباء افضل، لانه الطير يصير ياكل اكثر وما ما يلقى صعوبه كما الطاقه، يعني الطاقه ضعيفه، كهرباء الطاقه ضعيفه. المعالف شباب، هاي المعالف هاي ندير عليها الشاشه. هذا المعلف يا شباب حقه من $6 لل $5.5. تمام شباب. المشرب هذا يا شباب الأحمر حق الواحد $5.5. تمام. طبعا يا شباب ال 1300 طير بياكلون 4 طوان ونص. كل طير تحسب كل طير ياكل معك 3 كيلوات ونص، 3 كيلو ونص. هذا حساب يعني ما اثنين بيتكلموا فيه. خلاص الطير ياكل 3.5 يوم يصير عمره 38 يوم او 40. طبعا اذا لا قدر الله صار عندك امراض او شيء، لا بده يقصر بالاكل، بده يقصر بالاكل ويمد بالايام. تمام شباب. اليوم سعر العلف عندنا هنا بشمال سوريا، شمال سوريا هي منطقة ادلب والباب، عفرين، عزاز. الطن مشكل، يعني عندك انواع، وعندك النقدي يختلف عن النقدي يختلف عن الدين. عندك من $530 الطن العلف. طبعا ناعم يجي شباب، هذا ناعم، هذا العلف ناعم يجي، شايفين يا شباب؟ هذا العلف ناعم حق طونه من 530 لل $575 . طبعا نرجع لمرحلة الدواء. إذا ما كان عندك أمراض ما راح يعني أدوية تكلفك أدوية. أما كان عندك أمراض يعني رشح وكذا، أنا كعادة يعني عندنا سقف أعلى $150 وأنت نازل لل $100. طبعا العلف عفوا الأدوية، الدواء يكلف من $120 $150. تمام شباب. عندك مي الشرب يا شباب، ال 1300 طير ياكلن طبعا يشرب المي 35 برميل. طبعا اذا كنت تشتري المي، اذا كانت مجانا خلاص مجانا، اذا كانت تشتري المي يتكلفك 35 برميل الفوج الكامل 1300 طير. النفوق شباب، كثير من الناس تسالنا عن النفوق، كم طير يموت عندك؟ اقول والله ما في شيء محدد، يعني عندك ال1000 طير ايام من ال50 طير يموت الا ال100، حسب عملك بالمجنة، حسب عملك وحسب اهتمامك بيها. يعني الشباب اذا ما صار عندك امراض ان شاء الله ما بيصير عند اي انسان مربي امراض، وراح يكون فوجك ناجح اذا ما كان في امراض. اما في امراض راح يقصر بالوزن، يقصر بالحجم، يقصر بالايام. طبعا شباب ال 1250 طير حسبناهم مثلا يموت من 50، يصير معك وزن على 38 يوم دراسة علمية على كل المربين يعرفون هذا الأمر. يوزن كيلوين و400، كيلوين ونص، كيلوين و300. تمام. فالوزن راح يكون معك طونين و700
دول طونين و700 كيلو. انت عاد على هذا الاساس تشتغل. عرفت انت شو بتحط وشو الوزن يطلع معك. نتمنى من الشباب جميعا اللي استفاد من هذا الفيديو ينشره ويساعدنا بنشر هاي القناة، وجزاكم الله خير. ونتمنى منكم الاشتراك يا شباب والتعليقات. تمام شباب؟ فأسأل الله أن يحفظكم. جزاكم الله عنا.